إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم غايات قرآنية. هذه هي الحلقة 18 من حلقات البرنامج، وهي حلقة تحت عنوان غاية اليقين. كل المسلمين يكاد يعرفون أو يسمعون مفردة اليقين، وهذه المفردة ترتبط بشكل أو آخر باليقين العلمي، اليقين الخبري، اليقين الاعتقادي، اليقين الإيماني. على كل هذه المعاني كلها ترتبط عندنا باليقين، والقرآن الكريم يهدف إلى هذه الغاية العظيمة، وهي كيف يمكن للإنسان المكلف أن يكون على يقين وبصيرة مما هو فيه، على يقين من رسالته، وعلى يقين من ربه قبل كل شيء، وعلى يقين من صدق رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى يقين بأن ما معه هو الحق، وعلى يقين بمصيره، أن هذا المصير الذي سيقبل عليه هو مصير صادق وحق، وليس هنالك ريب في ذلك. وبالتالي مفردة اليقين من المفردات المهمة جدا في القرآن الكريم. وبالتالي لا بد إن شاء الله في هذه الحلقة أن نبين ما هو اليقين، ما معنى اليقين، وما هي مقامات اليقين، وكيف يمكن أن نتحصل على اليقين، ثم ما هي ثمرات اليقين. اليقين باختصار شديد هو نقيض الشك، فالإنسان الذي ليس مستوثقا من معلومته يقول أنا أشك في ذلك. لو قيل له هذا الطريق يوصل إلى المنطقة الفلانية يقول والله لست متأكد. المستيقن يقول نعم هذا الطريق يوصل إلى المنطقة الفلانية. الموقن مثلا بالجنة إذا سئل والله هل هنالك آخرة، هنالك جنة، هنالك نار، لا يقول والله يحتمل، لا يقول نعم هنالك جنة، هنالك نار، يعني يجيب إجابة قاطعة. وبالتالي اليقين ضد الشك، كما أن العلم ضد الجهل، العلم ضد الجهل، واليقين ضد الشك. هذا من الناحية اللغوية، يعني مفردة اليقين في اللغة العربية تعني أن الإنسان مستوثق من معلومته وليس شاك فيها. من الناحية الاصطلاحية نلاحظ بأن هنالك جملة من التعريفات نص عليها العلماء، خاصة الذين تكلموا في أبواب العقائد، في التفسير، في مفردة اليقين في القرآن الكريم. وهذه التعريفات يمكن أن نأخذ منها ما يلي. منهم من قال بأن اليقين هو اعتقاد الشيء بأنه كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا أن يكون كذلك، مطابقا للواقع غير ممكن الزوال والقيد. وقيل هو إيقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه بالاستدلال. إيقان العلم يعني العلم الذي لديه علم يقيني ليس له علاقة بالشك، وبدليل أنه يستطيع أن يستدل عليه، يستطيع أن يستدل على اعتقاده وعلى علمه. وقيل هو سكون النفس مع إثبات الحكم، يعني النفس مطمئنة وساكنة وتثبت عندها القدرة على إثبات الحكم. وقيل هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، اعتقاد جازم ولكنه ليس مناقضا للواقع، لا هو اعتقاد مطابق للواقع على ما هو عليه. فالذي مثلا يعتقد بأن هنالك جنة أو هنالك نار، هذا الاعتقاد يطابقه واقع حقيقي، وهو مدرك تماما لهذا الواقع، يعني هو يدرك بأن والله هنالك جنة، هنالك نار، فليس اعتقادا توهميا، لا يقوم على الأوهام، لا يقوم على الظنون، لا يقوم على الشكوك. ولذلك لما نص العلماء على أن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك، نصوا على أن اليقين المنافي للشك من شروط لا إله إلا الله. وعندما نقول من شروط لا إله إلا الله، فإن الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو شاك في هذا الأمر لا يعد ذلك مسلما.
وبالتالي لا بد أن يكون موقنا بلا إله إلا الله، موقنا بمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا. وقيل العلم الحاصل عن نظر واستدلال، العلم الحاصل عن طريق النظر والاستدلال يسمى يقينا. ولعل هذه التعريفات كلها متقاربة عموما في أداء المراد لليقين، وخلاصتها خلاصة هذه التعريفات الاعتقاد الجازم والعلم الثابت في القلب. يعني اليقين له علاقة عموما بقضية قضية القلب، مع نفي الشك والشبهة عنه، وهذا معناه أيضا في اللغة، هذا المعنى نجده أيضا في اللغة. نأتي إلى معنى اليقين أو كيف وردت مفردة اليقين في كتاب الله سبحانه وتعالى على طريقتنا في هذا البرنامج، وهو نحرص أننا نقف مع المفردة في القرآن الكريم، لأننا نريد كما قلنا أن يأخذ هذا البرنامج بعده في أن نجعل من القرآن مركزية التفكير، ونجعل من القرآن الكريم مركزية الانطلاق في حياتنا، بمعنى كل إنسان يريد أن يهتدي إلى الله فالهداية تمر عبر هذا الكتاب. طيب، نأتي إلى مفردة اليقين أو يقن في القرآن الكريم، وردت 28 مرة، هي من حيث المفردات. لاحظوا كان الآن المفردات السابقة مثلا مفردة الذكر 242، وستأتينا مفردات فيها 300 أو 400 كلمة، كلها يعني واردة بهذا الشكل. عموما مفردة اليقين بهذا اللفظ بالصياغة المختلفة وردت 28 مرة. وردت مرة فعل ماضي، و13 مرة فعل مضارع، وعدة مرات أيضا وردت اسم فاعل، وهكذا، وصفة مشبهة. لكن نلاحظ في كل هذه المعاني القرآنية تحمل 5 معاني. يعني في هذه النصوص التي وردت فيها نستطيع أن نخلص بأن القرآن الكريم عندما يطلق كلمة اليقين هنالك 5 معاني لا بد أن نستحضرها. وهنا أربط أيضا الأمر بمسألة السياق، يعني كلمة اليقين في سياق من السياقات تأتي بمعنى، وفي سياق آخر تأتي بمعنى مختلف. وبالتالي هنا عموما ننبه الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى إلى أهمية أنه لا يحمل معنى واحدا ويتصور بأن هذا المعنى هو في كل القرآن تقريبا دلالته واحدة. لا بد أن تنظر السياق الذي وردت فيه، ففي سياق تعني معنى، وفي سياق آخر تعني معنى أيضا مختلف. وبالتالي نظرية السياق من أعظم النظريات في القرآن الكريم فيما يتعلق بعلوم القرآن وتفسير القرآن وتدبر القرآن، ويستفيد منها الإنسان فوائد عظيمة جدا. كما لاحظنا كيف أننا في الحلقة الماضية مثلا تكلمنا عن الذكر في القرآن الكريم، وجدنا مثلا الإمام السيوطي يخرج 20 معنى لهذا الذكر، وفي كل آية من الآيات لها دلالة من الدلالات. طيب، اليقين في القرآن الكريم له 5 معاني. المعنى الأول هو التصديق، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث يصدقون. يعني وبالآخرة هم يوقنون، أي لا يشكون فيها، لا يرتابهم شك، لا يرتابهم زعزعة، لا يعني يأخذون الأمر بالظنون، إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. لا، اليقين التام المنافي للشك. وبالآخرة هم يوقنون. المعنى الثاني هو بعد التصديق الصدق، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بنبأ صادق. المعنى الثالث هو المشاهدة والعيان، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي العلم الذي يشاهد ويرى وليس علما إخباريا أو علما خبريا. الرابع معنى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا في على كل بعض العلماء قالوا في محذوف: واعبد ربك حتى يأتيك الأمر اليقين. وهنا هو أمر الموت، وهو أمر يقيني بلا شك. المعنى الخامس العلم المتيقن منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوه علما، يعني لم يقتل على الحقيقة. هذه من حيث مفردة اليقين في القرآن الكريم لها هذه الدلالات. وبالتالي لمن يتدبر ويتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى في معنى اليقين لا بد أن يستصحب هذا الوضع. نأتي إلى مكانة اليقين في القرآن الكريم وفي الشريعة الإسلامية، هذا الأمر العظيم الذي أولاه القرآن الكريم هذه المكانة، وله عدة دلالات كما ذكرت، وهو من صلب الإيمان. إذا قيل بأن الإيمان روح الأعمال،
فإن اليقين هو روح الإيمان، الأعمال. الإيمان روح الأعمال، واليقين روح الإيمان. ومنهم من قال بأن اليقين هو الدين كله، اليقين هو الدين كله. يقول العلماء في بيان منزلة اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وفيه تفاضل العارفون وتنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه، وإشارتهم كلها إليه. يقول ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. ويقول ابن تيمية عليه رحمة الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال رحمه الله شيخ الإسلام: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. ويقول ابن القيم: إن قول الله إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة اليقين. وقد خص الله سبحانه وتعالى بأن من ينتفع بآياته وبراهينه الدالة عليه هم أهل اليقين. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. ويقول: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأن أعظم خصيصة لهم أنهم ما كانوا يوقنون بآيات الله ولا يوقنون بالوعد والوعيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إذا غياب اليقين والشك في آيات الله والريب في يوم القيامة هذا بسبب عدم اليقين وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهي حقيقة الصديقية. يعني ما نال أبو بكر الصديق مقام الصديقية إلا لأنه كان من أهل اليقين التام. يعني كان إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب بعد ذلك دليلا، وبالتالي قال أصدقه في خبر السماء. فهذه المسألة على كل لها أهميتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح والرضا واليقين، وجعل الهم والحزن والشك والسخط، فكل ذلك من الله. واليقين قرين التوكل، ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين، والصواب أن التوكل ثمرة اليقين. يعني كلما ازداد يقينك ازداد توكلك، وكلما قل يقينك نقص وقل توكلك، وبالتالي هنالك تلازم ما بين الأمرين. فالحق هو اليقين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وهنا نلاحظ أن الحق هو اليقين، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. نخرج إن شاء الله فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة اليقين. وكنا قد تحدثنا عن مكان اليقين ومكانة اليقين بالنسبة للتصور الإسلامي، ونأتي إن شاء الله الآن إلى مقامات اليقين. مقامات اليقين باختصار يمكن أن نقسمها إلى 3 مقامات، ولكن قبل أن نأتي إلى التقسيم حتى أبسط مقامات اليقين، لو قيل لك مثلا جاءك صاحبك وقال لك عندي لك عسل، ثم بعد فترة جاءك بالعسل، ثم بعد فترة تذوقت العسل. فالنقطة الأولى عندما أخبرك بأن عنده عسل وهو ثقة عندك، هذا أعطاك علما يقينيا وأنت تثق فيه، فهذا يسمى علم اليقين. لما جاءك بالعسل وقال لك هذا هو العسل ورأيته، هذا عين اليقين، تحول إلى مشاهدة الآن، لم تكن عملية سماعية. ثم لما تذوقته تحولت إلى مرتبة ثالثة ومقام ثالث، وهو مقام عين اليقين، حق اليقين. إذن عندنا المقامات 3: مقام علم اليقين،
وعين اليقين المقام الثاني، وحق اليقين. المقامين وردوا في سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هنا إذن المقامات. نحن الآن في دنيانا هذه لو استثنينا الرسل نعيش غالبا في كثير من القضايا في علم اليقين. نحن نوقن أو نعلم علما يقينيا بأن هنالك ملائكة وأن هنالك جن، ونحن لم نراهم لكن الله أخبرنا علما بهم ونحن نثق في كلام الله. نؤمن بأن هنالك جنة ونوقن بها، وأن هنالك نار وحساب ومسؤولية، كل ذلك نأخذه علما يقينيا. فإذا جئنا يوم القيامة ورأينا الجنة والنار، ورأى أهل الجنة الجنة ورأى أهل النار النار قبل أن يدخلوها، تحول هذا العلم اليقيني إلى عين اليقين. هذه هي نراها، هذه النار وهذه الجنة، هؤلاء الملائكة الذين كنا نسمع عنهم، وهذا فلان الذي كنا نسمع عنه ونعلم عنه، وهكذا. تحولت في الآخرة إلى مرتبة ثانية وهي اليقين العيني. المرتبة الثالثة وهي حق اليقين، وهي الواردة في سورة الحاقة، هو كمال الحالة اليقينية، وهي حق اليقين، وهو اللحظة التي أنت تذوقت فيها العسل وعرفت طعم العسل وعشت هذه اللحظة. كذلك عندما يدخل أهل الجنة الجنة ينتقلون لحق اليقين، والعياذ بالله أهل النار عندما يدخلون النار يعيشون حق اليقين. فانتقلنا من عالم المشاهدة إلى عالم آخر وهو العيش فيها. فحق اليقين أعلى مقامات اليقين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. اللحظة التي والعياذ يصل أهل النار ويصطلون بها ويدخلونها ويعيشون مرارتها، هذا حق اليقين. كذلك أهل الجنة عندما يستلذون بنعيمها. وبالتالي هذه هي مقامات اليقين: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. ولكن طبعا بعض الأنبياء أو يكاد يكون كل الأنبياء والرسل عاشوا مرحلة اليقين، حق اليقين، وهم في دنياهم. فموسى عليه السلام الذي كلم ربه، ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني وكثير من الأنبياء على كل عاشوا لحظة حق اليقين، لأنهم بكمال إيمانهم تجاوزوا مرحلة العلم إلى مرحلة المشاهدة ولذة العيش في الأمر اليقيني الذي هو إخبار الله سبحانه وتعالى لهم. طيب، كيف يمكن أن نحصل على هذا اليقين الذي هو بهذه المكانة وهذه المنزلة؟ لكن نريد أن نعرف كيف نتحصل إلى مسألة أن نكون موقنين بآيات الله، موقنين بوعود الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول في اليقين أنه لا يمكن أن تصل إلى مستوى اليقين ما لم تصل إلى مستوى الإسلام والإيمان. يعني صعب جدا أن يوقن الشخص بالأمور الغيبية ما لم يكن مؤمنا، ولن يكون مؤمنا ما لم يكن ابتداء مصدقا لله، مصدقا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الله سبحانه وتعالى ربط بين الإيمان وبين اليقين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قال وبالآخرة هم يوقنون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فهذه غياب العلم وغياب الإيمان يؤدي بطبيعة الحال إلى أن الإنسان لا يكون موقنا. الأمر الثاني مع الإيمان، وهذه طبعا قضية تفصيلية وفيها كلام طويل جدا، ولكن المقام لا يتسع لذلك. الأمر الثاني مما يفيد أيضا اليقين التام مسألة التفكر في آيات الله سبحانه، التفكر والتأمل والتدبر في الكون وما أوجده الله سبحانه وتعالى من مخلوقات. كل ذلك يدل على الله وعلى مسألة اليقين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فاليقين بأن الله خالق السماوات والأرض هذا يدل بطبيعة الحال إلى زيادة اليقين. ولذلك غالبا ما يرتبط عندنا مسألة التفكر بمسألة اليقين، وهذه إن شاء الله عندنا فيها حلقة خاصة. النقطة الثالثة في موضوع كيف نحصل على اليقين هي مسألة تلاوة القرآن وتدبر القرآن الكريم، وهذه إن شاء الله أيضا سأفرد لها وضعية خاصة. عندنا حلقة التفكر وحلقة التدبر، هاتين الحلقتين تصبان في نهاية المطاف في موضوع اليقين بشكل أو آخر، ولذلك إن شاء الله لا أقف عندها طويلا. نأتي إلى ختام هذه الحلقة وهو مسألة ثمرات اليقين. ثمرات اليقين، ما الذي يمكن أن نستفيده من اليقين؟ النقطة الأولى الرضا.
الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالرضا بأحكام الله، أحكام الله القدرية وأحكام الله الشرعية، الرضا التام بها والتسليم بين يدي الله. والرضا طبعا هي مسألة حال وليس مقام. المقام هو اليقين. إذا بلغت مرتبة اليقين أو مقام اليقين حدث لك طمأنينة وحدثت لك سكينة وحدث لك رضا، وبالتالي هذا الرضا سيكون حال من الأحوال. كلما ارتقيت مقاما قابلك الله فيه بنعمه وآلائه وتجلياته، فالمقام يجلب بطبيعة الحال يجلب الأحوال. الأمر الثاني في موضوع أيضا ثمرات اليقين، سنلاحظ بأن الثبات على الأعمال الصالحة يكون باليقين. الشخص المضطرب المتذبذب الذي يقدم مرة ويحجم أخرى، يصلي تارة ولا يصلي أخرى، هذا ليس موقنا. فالثبات على أمر الله سبحانه وتعالى من ثمرات اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر في عبادته واثبت عليها حتى يأتيك اليقين وهو الموت. فالإنسان لا يمكن أن يكون ثابتا على مسيرته وعلى التزامه وعلى دينه ما لم يكن موقن بأن ما هو عليه حق وصدق. النقطة الثالثة من ثمرات أيضا اليقين الثقة في وعد الله ووعيده. يقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالذين لا يوقنون بوعد الله ولا يوقنون بوعيده سبحانه وتعالى لا يوقنون. لكن أنت كمؤمن عليك أن تصبر، وهذه ثمرة طبعا بطبيعة الحال أيضا من ثمرات اليقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهو يوقن بنصر الله، يوقن بوعد الله، يوقن بوعيده، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أيضا رابعا من الأشياء التي أيضا نحصل عليها من خلال اليقين الإمامة في الدين والإمامة في الأرض. هذه الأرض التي جعلها الله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء، قال: والعاقبة للمتقين. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكمال العلم والمعرفة يورث اليقين، وكمال الصبر يورث، وكمال الالتزام والسلوك والعمل يورث الصبر. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والله سبحانه وتعالى جعل أئمته في الأرض يقومون على اليقين ويقومون على الصبر. خامسا وأخيرا هو الانتفاع بهداية القرآن الكريم ورحمته. يعني كلما استطعت أن ترتبط بهدايات القرآن ازددت يقينا. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فجعل الله سبحانه وتعالى كتابه من عوامل ميراث اليقين، وكيف يرث الإنسان اليقين من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله عندما نأتي إلى حلقة التدبر وهي الحلقة القادمة إن شاء الله أيضا تزداد لنا مساحة اليقين بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.